قلب اللوز اولا الهريسه ضروري تكون في طاولتنا الرمضانيه. مبروك عواشركم اخواتي. اليوم غادي نحضرها معكم بطريقه سهله وكتجي كتذوب في الفم بلا ما تحطي يدك فيها. وحاجه نقطه بغيت نطرق لها، انني كل رمضان كنشاركها معكم وكنلقى بزاف الانتقادات انها وصفه جزائريه. فالا بغات تكون جزائريه مرحبا، انا ما عندي حتى شي مشكل، اولا مغربيه ما عندي حتى شي مشكل. انا اصلا الام ديالي زايده في الجزائر وحنا في مدينه وجده، يعني على الحدود الجزائريه. عندنا بزاف ديال الحوايج اللي كيتشابهوا وكنديروا كيف بزاف تاع الحوايج. داكشي علاش حبيباتي فنحيدوا علينا حنا ديما خوت وكلشي ديالنا ان شاء الله. فاول حاجه غادي نصاوبوها هي السيرو. انا كندير 2 كيسان ديال السكر و4 كيسان ديال الماء. انا عبرت بالكاس الطويل لحقاش الصينيه غادي ندير صينيه كبيره. الا كنتي غادي ديري صينيه صغيره فعبري بالكاس الصغير. قلنا 2 كيسان سكر، 4 كيسان ماء، شويه ديال الحامض، ودرناه مده يبدي يتبخ. حسبوا له 15 دقيقه وطفيو عليه. ديما تبديو بالسيرو باش يبرد مزيان. بالنسبه للهريسه اولا قلب اللوز كنحتاجوا السميده الغليظه كاع. غادي نعبروا 4 ديال الكيسان. قلنا نفس الكاس اللي عبرنا به السيرو عبروا به السميده الغليظه. 4 ديال الكيسان كبار. زيدوا واحد الرشه ديال الملح، وانا يعجبني ندير فيه واحد ساشي تاع الفاني كيعطيه ذوق زوين. نحيدوه على جانب هاد النواشف وناخذوا الخلاط ديالنا، ولا تقدروا تستعملوا داك الميكسور، ولا ما عندكوش الميكسور تقدروا ديروا غير الضرب اليدوي حتى هي تخلطوا مزيان. انا عندي المولينكس درت فيها كاس كبير ونص ديال السكر حبيبات. بنفس الكاس عبرت كاس نتاع الزيت، وبنفس الكاس غادي نعبر ماء الزهر. بهذا الشكل هذا. صافي غادي نخوي كلشي في المولينكس وغادي نديهم نطحنهم مزيان مع بعضياتهم تنحسوا ان دوك السكر داب تماما مع المكونات الاخرى. بعد ما خلطتهم غادي نشد هذا الخليط وغادي نخويه فوق هذيك السميده اللي درنا مع الفاني والملحه وديك الرشيشه ديال الملحه، وغادي غير بملعقه خشبيه وغادي نخلطهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. كنخلطهم مزيان تنشوفوا ديك السميده شربت لنا كامل دوك السوائل بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للصينيه كما قلت لكم الاختيار ديالكم نتوما. كاين اللي كيبغي الهريسه تجي عاليه، كاين اللي كيبغيها تجي رقيقه. انا ما نبغيهاش تجي عاليه بزاف. وصافي ملي خلطتها مزيان شديت الصينيه ديالي دهنتها بزويته، شديت نصف الكميه وزعتها. ما تعجنوهاش البنات، ما تضغطوش عليها، وزعوها غير بالصبيعات ديالكم هكا بحال اللي تفرفشوها. انا كيعجبني ما حد كنقول قلب اللوز فكيعجبني نديره باللوز، ماشي بزاف تاع اللوز. يلا خديت واحد 10 دراهم، واحد 100 غرام هكا، ولا شديتو وهرمشتو ودرتو فوق هذاك النصف. عاد غادي نجيب داك النصف الثاني اللي بقى لي وغير كنفتو. شفتوا كيفاش كاين؟ ما غاديش نحطو وحده كي العجينه اللي كنبقى نرمي فيها هكا، نشته تنغطي كاع داك اللوز، وغير بالصبيعات ديالكم كتقادوه بهذا الشكل هذا باش كيتغطى كامل وداك اللوز ما يبقاش يبان لنا. تقدري ديريها عاديه تخوي الخليط كامل، ما ديري لا لوز لا والو، هذاك الشيء يبقى اختياري عندك. فاحنا ملي كنشريوها هنا في المحلات، فكاين محلات اللي كيبيعوا دوك الصواني الكبار، بغيتي دير اللي بغيتي فكيديروا فيها اللوز. داكشي على هنايا شديت واحد الملعقه كنفزقها بالماء، قديت السطح ديالها غير السطح ديالها اللي قديته. شديت سكين وطراسيتها فقط، ما تقطعوش غير طراسيو. وديروا حبه لوزه هكا الا كان عندكم. غادي نخليها 2 سوايع ترتاح، عاد ندخلها الفران. ضروري تروبوزي واحد 2 سوايع. ملي تدخلوها الفرن ساخن على نار متوسطه تتبان لكم تحمرت مزيان على الجوانب، تحمرت على الحقها وطريقها من الجناب. عاد تشعلوا لها من الفوق عاوتاني تحمر حتى تاخذ داك اللون الذهبي. بغيتو تدهنوها بالزبده عاد تشعلوا لها من الفوق. انا ما دهنتها لا بالزبده لا والو، وغادي تحمر لي. السيرو البنات ملي طفيت عليه من بعد 15 دقيقه زدت عليه 3 معالق ما زهر وغادي نخليه يبرد على خاطر خواطرو. صافي البنات هنا ملي السيرو برد كي راكم تشوفوا راه عندي واجد. غادي نجيب الصينيه ديال قلب اللوز من بعد ما طاب. شوفوا تبارك الله كيفاش تحمر مزيان. هنايا كنبدي ها سمعوا معايا كيخصو يدير هاد الحسه البنات. كتبديو هكا تخويو السيرو عندنا بارد تماما وقلب اللوز عندنا سخون. فكندير الرشه الاولى حتى كيشربها، عاد كنزيد الكميه اللي باقيه. صافي تتاكدوا انكم شربتوه مزيان. كتوليو تدخلوه للفران داك اللي طفيتو له، الفران مطفي كتكونوا طفيتو له يعني، وكتدخلوه صافي كتخليوه يبات ليله كامله. عاد كتقطعوه، خصو ضروري يبات ليله كامله عاد يتقدم اولا عاد كتقطعوه.
صافي حنا كنخليوه هكا في الصينيه. ولا اللي كتبغي شي طلبيه هكا من كنخدمه كوموند، كنعبر لها كيلو اللي باغيه، كيلو اللي باغياه، كنعبر لها في لي بواط، وكتاخذو. كيجي زوين البنات، كيجي زوين، كيذوب في الفم بداك اللوز، كيجي رائع. فان شاء الله يتنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفات، جربوها لهذا الشهر الكريم. وكما قلت لكم حنا ديما خاوه، الا كان قلب اللوز جزائري فمرحبا به، حنا بغيناه يكون جزائري، انا وجديه. وملي حليت عينيا يعني كنلقاوه يتباع هنا عندنا في وجده، وكنا ناكلوه دائما في الطاوله الرمضانيه، يعني ماشي شي حاجه اللي عاد عرفتها اليوم ولا. يعني ملي كنت صغيره الوالد ديالي بعدا لقيتو كان يجيبوا لنا للدار من برا. فتحيه لكل الاخوات فين ما كنتوا حبيباتي في انحاء العالم. يلا شجعوا اختكم، خليوا لي شي لايك، شي تعليق زوين، ما كرهتش ندوقكم كامل بهذا قلب اللوز، وما تكتروش به، يلا ذوقوا شويه في المغرب وصافي. يلا مع السلامه حبيباتي، الى اللقاء.